ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده جاي لكم فيديو جديد واتمنى ان هو يعجبكم. طريقه تسويه الحواوشي على الطاسه، طريقه سهله وبسيطه وبتساعد في الانجاز الوقت كتير، وما بيكملش 10 دقايق وبيطلع زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم تحفه ومقرمش وريحته وطعمه جنان. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس فضلا وليس امرا. هنا معانا بصل زي ما انتوا شايفين كده، مخرطينه، مش صغير قوي ولا كبير قوي، يعني متوسط. ده كيلو البصل، شلت منه البصلتين دول. انتوا معايا؟ ده كده معيار كيلو بصل. وبعد ما خرطته حطيت ملح وفلفل على حسب الرغبة زي ما انت عايزة، بس ما تكتريش الملح قوي علشان لما بيبقى حادق بيبقى طعمه مش حلو. كمان احنا هنسويه على الطاسة من فوق، وهنقعد بقى ان احنا ندعك في البصل بالملح والفلفل. دعك مش تقليب، دعك. نمسك بايدنا كده ونقعد ندعك زي ما انتوا شايفين، عشان احنا نخلي البصل بتاعنا يدبل، وفي نفس الوقت لما نيجي نسويه ما يكونش تحت بقنا يضايقنا واحنا بناكل. اهو يا جماعه، كل اللي احنا عليه هنعمله بعد ما حطينا الملح والفلفل الاسود، هنقعد بايدنا ندعك لغايه ما البصل بتاعنا يدبل تماما وينزل الميه بتاعته. عايزه اقول لكم يا جماعه، اول ما البصل بينزل الميه بتاعته كده بتبقى طعم اللحمة بتاعت الحواوشي طعمها متبل كويس، وكمان طعم العيش. بيبقى في حواوشي اللحمة ليها طعم والعيش ملوش طعم، لا. لما المية دي بتنزل وبنيجي نحطها، ولما بنيجي نسوي الحواوشي المية بتنزل على العيش بتخلي طعم العيش حقيقي وجميل جدا. وهنا معايا قرن فلفل اخضر قطعته زي ما انتوا شايفين. طبعا عشان في اطفال صغيره فانا ما بحطش البذر، بنقطع كده البذر بنطلع الفلفل من البذر، وبنقطع الاخضر وبنرمي البذر. وطبعا زي ما انتوا شايفين احنا مش حاطين كتير. انت لو عايزه تحطي فلفل كتير براحتك، ده اختياري زي ما انت عايزه، بس يستحسن عشان لو عندك اطفال وكده لو هياكلوا ما تكتريش الفلفل الحراق، او ممكن تستبدليه بفلفل رومي، مفيش اي مشكله. وادينا كده اهو، بعد ما خلصنا دعك في البصل والفلفل، كنا برضو لازم ندي دعكه مع بعض. هننزل بمعيار كيلو اللحمه المفرومه. طبعا انا بحط على كيلو اللحمه المفرومه كيلو بصل، بشيل منه زي ما قلنا بصلتين. يعني طبعا هتعملي على نص كيلو اللحمه المفرومه نص كيلو بصل، وهتشيلي بصلايه. وهبدا بقى ان انا هدعك كل ده في بعض، ان انا ادخل اللحمه في قلب البصل زي ما حضراتكم شايفين. وهبدأ بقى ان انا هدعك كله في قلب بعضه، ادخل اللحمة في قلب البصل لغاية ما كله يبقى متساوي معايا تماما، والبصل واللحمة اندمجوا مع بعض. وكده هيبقى لحمة الحواوشي جاهزة معانا. عايزة اقولك جربي الطريقة دي بجد، يعني جميلة جدا وكمان مضمونة. انت عارفة انت حاطة ايه وعاملة ايه، غير الحواوشي اللي انت بتروحي تعمليه ما بتبقيش عارفة فيه دهون قد ايه، شغط قد ايه. ودي كمان طريقة صحية، وانت جربيها ومش هتندمي ان انت عملتيها. وين اهو انا بحب اعمل العيش الابيض اللي هو الكبير، بس بنقسم الرغيف 2. طبعا انت براحتك، عايزه تعملي عيش البلدي بتاع الفرن مفيش اي مشكله. ادي هو بنجيب الرغيف كده نقوم قاسمينه نصين. طبعا انا علشان بعمله كده علشان الطاسه عندي مش كبيره ان انا احط رغيفين جنب بعض، وبنبقى عايزين ننجز. وهنا كمان نزلت بحته هريسه فلفل رومي احمر اللي هو الفلفل البابريكا، بجيبه وبفرمه في الكب وبفضيه ببطرمانات. وقلبت كمان كله مع بعضه. وكده الحواوشي بتاعنا جاهز. هبتدي ان انا احشي في قلب العيش وافرده، وكده هيبقى تمام. ولو وصلت لغاية هنا ما تنسيش تدعميني بلايك وتشتركي في القناة فضلا وليس امرا. جزاكم الله كل خير وربنا يحسن ما بين ايديكم. اهو يا جماعة كده خلاص. اهو ببتدي بقى ان انا احط اللحمة واسويها في قلب العيش. اهو زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة انك انت تسويها علشان اللحمة ما تكونش مكلكعة وما تتركمش كلها في مكان واحد والمكان التاني يبقى فاضي، وانت بتسويه ما يتقطعش منك. لازم تبقي مسوية اللحمة كلها في قلب العيش. وهنا معايا معلقتين من السمنة البلدي و3 معالق من الزيت، بس طبعا السمنة البلدي بتبقى اكتر ان انا حاطة معلقتين كبار. وسيحتهم على النار زي ما حضراتكم شايفين. وهبتدي ان انا هفتح الرغيف كده زي ما حضراتكم شايفين، واحط معلقة على اللحمة من فوق وهقفله تاني.
طبعا دي كمان بتدي طعم للحواوشي، طعم جميل، وغير الريحة بتبقى برضو الريحة تحفة. وان هو علقته على الطاسة، اول ما بعلق على الطاسة بخليها تسخن قوي، وبعد كده بنزل بالحواوشي بتاعنا، وبعد كده بضيف نص كوباية من المية. وده يا جماعة بيبقى الحواوشي الطازة. طب انت بتحطي كوباية مية ليه يا مي؟ انا بحط نص كوباية مية علشان اللحمة بتاعتنا تستوي وما تكونش نية، علشان انا بسوي على عين من فوق، ما بسويش في فرن. فانا هسوي على عين والنار هتبقى عالية، الحواوشي بتاعي هيتلسع وهياخد وش، وفي نفس الوقت هيبقى ني. فانت جربي الطريقة دي مضمونة، وانا زي ما وريتك في اول الفيديو وهوريكم في اخر الفيديو نتيجة التسوية، اللحمة مستوية ازاي وجميلة وكمان مش نية. وهنا يا جماعة زي ما انتوا شايفين المية اتشربت اهو خالص من العيش. هبتدي برضو ان انا انزل معلقتين من المادة الدهنية اللي انا مسيحاها، براحتك، عايزة تعمليها بزيت بس، عايزة تعمليها سمنة بس، عايزة تعمليها زبدة، اللي يريحك. بس انا بحب اعمل ميكس سمنة وزيت علشان العيش ما يبقاش ناشف معايا، عشان زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو احنا عندنا اطفال صغيرة بتاكل. اهو زي ما انتوا شايفين كده الوش اللي تحت استوى، فانا قلبته على الوش التاني. وعايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله، يعني بصوا ولا تقطع ولا اي حاجه. وعلى فكره يعني عادي لو عندك صينيه ألمونيوم تسوي فيها، بس برضو تخليه لغايه ما ينشف خالص، يعني ما تقلبوش وهو طري علشان ما يتقطعش منك. طبعا صينيه تيفال زي ما انتم شايفين كل المتاح ينفع اهو يا جماعه. واول ما شلت اللي انا عملته حطيت التاني. طبعا انا هخلص بقيه الكميه دي عشان الكميه كبيره، هو الحواوشي ما بياخدش اكتر من 10 دقايق، فانا حبيت ان انا اوريكم اللي طلع عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. بصوا يا جماعه اهو زي ما انتم شايفين، ولا متقطع ولا مهربت، واللحمه مستويه واخد لون محترم جدا. عايزه اقول لكم طعمه تحفه ولا ريحته منين. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس فضلا وليس امرا، وربنا يحسن ما بين ايديكم. بالهنا والشفا. معاكم مي.